فاصل رقبته عن جسمه، وراح واخد دماغه. قال لها هروح ارماه في اي حته عقبال انت ما تقطعي الباقي. قدام مين؟ قدام البنت. البنت طبعا منهاره من العياط، شايفه ابوها قدام عينيها، وراح لافف الحبل حوالين رقبته، راح مموته. البنت في الوقت ده رقرة ما شربتش الشاي. بصت على اخوها، لقيتهم بيموت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتنا المتواضعه. عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نشوف حكايتنا او قصتنا النهارده، مهمه جدا جدا، واغرب جريمه وابشع جريمه حصلت النهارده. فين؟ في القاهره. ايه الحكايه؟ نبدا الحكايه بتاعتنا، نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الحكاية تبدأ من عند نادية ووجدي وأم وجدي وأحمد. حكاية أغرب الحكاية، صورة حقيقية ولا الخيال. نبدأ بالست العجوزة اللي عندها 80 سنة، رايحة تبلغ الشرطة ورجال المباحث على غياب ابنها وجدي اللي عنده 65 سنة. طبعا راحت بلغت، قالت له أنا ابني مدرس رياضة، بيدرس بره في الخليج، واتصل عليا وقال لي أنا وصلت يا أمي وهروح بس البيت، هريح شوية وهجيلك عشان أفطر معاكي. طبعا الموضوع ده فطار في رمضان، كان 7 أيام في رمضان. قال لها طب رجال المباحث قال لها طب احكي لي القصة من الأول. قالت له ابني زي ما انا قلت لك مدرس رياضة، بيدرس في الخارج، متجوز نادية، معاه واد وبنت. ابني بقاله سنين انا ما شفتهوش، واما اما رن وقال لي انا جاي وما جاليش، وبقالي كام يوم ما شفتهوش. طبعا رحت لمراته نادية عشان اسالها على ابني. قالت لي ابني وجدي ما جاش، ولو كان جه كان اتصل عليا وكان قال لي هو ما جاش. وطبعا كلمتني بطريقه مش كويسه، عشان هي اصلا يعني مش كويسه، مش كويسه معايا ولا كويسه مع ابني. طبعا رجال المباحث خد كلام الست وقال لها احكي لي كل حاجه، وقالت له طب استدعي ناديه ودور على ابني، انا قلقانه عليه، ابني ما جاش وما شفتهوش، ما نزلش مصر. طبعا لما استدعي ناديه قالت له ما حصلش، ابنها ما جاش، ابنها لسه في الخارج، ولو كان جه كان رن عليا وكان جه، هو ما جاش. طبعا وكيل النيابه قال للست الكبيره ام وجدي، قال لها طب ممكن تهدي شويه وان شاء الله هنلاقوه. هي بتقول لك ما جاش، ما يمكن حصل حاجه في الطياره او حصل له اي مشكله وما عرفش ينزل. قالت له لا، ابني رن عليا وقال لي انا في الطياره، انا هركب يا امي ونازل اهوت، هوصل البيت يومين وهجيلك هفطر معاكي، ولحد الان ابني ما شفتهوش. قال لها طب نصبر شويه وهندور وان شاء الله هنلاقوه. طبعا في الحاله ديت الام راحت تاني لناديه، قالت لها ابني جه وانت مخبيه عني، ابني رن عليا، قالت لها ابنك ما جاش، ولو كان جه كان قال لي. راحت للظابط، قالت له انا متاكده ان انا ابني جه. راح مستدعي ناديه تاني، قال لها ام وجدي متاكده ان ابنها وصل. قالت له ده ناديه، قالت له هي ست كبيره وبتهيأ لها ان ابنها جه.
انت عارف الستات الكبار ساعات دماغهم ميبقاش فيهم، بيتهيأ لهم اي حاجه. طبعا الضابط يعني خد بكلام نادية، قال اه ده ست كبيره، ده مش عارف ايه، ده بيتهيأ لها اللي هي ايه يعني. جه في يوم الضابط راح اسم الشرطه يعني الاسم بتاعه، وقعد لقى الست العجوزه قاعده على قدام الشرطه، قدام الاسم، بتقول له انت دورت على ابني؟ انت لقيت ابني؟ قال لها تعالي يا حاجه معايا جوه ونتكلم مع بعضنا. قال لها ما يمكن هو متجوز على مراته، متجوز واحده تانية، او يمكن راح لاقرب الناس ليه او لاصحابه. قالت له لا، انا ابني محترم جدا جدا، ما هوش مش ما بيتجوزش ولا بيروح لاصحابه، انا متاكده اللي ابني جه. طبعا في الوقت ده الضابط قلق، قال الام متاكده، الام متاكده اللي ابنها نزل، الام متاكده اللي ابنها نزل. المهم راح لل راح المطار عشان يشوفوا اسم وجدي في اللي هم نزلوا مصر ولا لا. طبعا لما فروا الدفتر لا اسم وجدي نزل مصر، لا اسم وجدي نزل مصر. اما راح يسألوا في الأقسام التانية على الاسم ده، لقى واحد سواق، واحد سواق عامل بلاغ ان في واحد ومراته وعيال واد وبنت كانوا جايبهم من المطار مصر، من مطار مصر، ومودوهم شقة الهرم، في الهرم، وناسي شنطة، ناسي شنطة. طبعا السواق الأمين فتح الشنطة لقى الجواز، ولقى حبة أوراق، ولقى حبة فلوس، فلوس الخارج يعني، ولقى إيه صورة وجدي. أما بيوريها للظابط قال لي ده اللي أنا لقيتها في الشنطة وبلغت عنها. طبعا يشكر السواق الأمين. طبعا قال له أنت عارف أنت وديتهم فين؟ قال له أنا عارف أنا وديتهم فين، في شارع كذا في الهرم. طبعا الأم المسنة حضرت وفرحت وقال لها يا حاجة احنا لقينا ابنك، ما تقلقيش احنا لقينا ابنك، ما تستعجلوش عن الحكاية، في مفاجآت. احنا بنحكي. الست الكبيرة ما صدقت وفرحت اللي ابنها هيجي لها. راحوا مستدعيين نادية زوجة وجدي مع السواق، ما هو جابوا السواق، الاتنين اتقابلوا في الاسم في المركز. قال لها الظابط قال له ديت اللي انت وصلتها؟ قال له ايوه هي ديت اللي انا وصلتها. طبعا في الحاله دي ناديه بقت متغيره، وبقت تبص للسواق وبقت مش عارفه تعمل ايه. قال له ايوه هي ديت اللي انا وصلتها البيت. في الحاله ديت ناديه وراها شبهات كتيره قوي مستخبيه، ناديه وراها شبهات كتيره قوي مستخبيه. اول هم سابت بيت الهرم وراحت خدت شقه في ايه، في الجيزه. معاه مين؟ معاه ابنها وبنتها. طبعا ابنها كبير وبنتها كبيره. طبعا الناس شمت ريحه خيانه، كل ما يقولوا لها انت ليه بتعملي كده، ده الجيران، ده الجيران، انت معاكي بنت، انت مش عارف ايه، فين جوزك، تقوم تعمل ايه، اللي يتكلم معاها وينصحها تولع في بيته. نفس النظام، البيت بقى زي امها، اللي يتكلم معاها تروح مولعه في بيته. نخش في موضوعنا. الناس بقت خايفه منها، والناس ما عادش بتقول لها انت بتعملي ايه ولا بتخلي ايه، ما خلاص انسانه في صوره شيطانه، في شيطانه، صوره انسانه في شيطانه. عملت ايه؟ جابوها وحققوا معاها واحترفت بكل حاجه، يعني مش كله، احترفت بحاجات، وفي حاجات مهمه هنحكيها مع بعضنا. ايه بقى؟ قالت ايوه انا كنت صغيره، هو اكبر مني ب20 سنه،
هو اكبر مني ب20 سنه. ايوه انا كنت معاه وقلت له قبل انا عاوزه انزل مصر واعلم عيالي في مدارس نظيفه في مصر. نزلت قبل هو ما ينزل ب5 سنين. اتعرفت على شاب اسمه احمد سواق. هو سواق بس ما حلتهوش حاجه، معهوش اي حاجه، دي العربيه دي اجره. غزلني وبقى يبص لي بصات مش معجبه، يعني معجب بيا. قلت له انت تعرفني؟ قال لا لا انا ما اعرفكيش، بس جمالك مش قادره اغمض عينيا من جمالك. الكلام عجبنا قوي واتبسطت منه وضحكت. مره بعد مره اتكلمنا في التليفون. اتقابلنا مره او اتنين. طب هو انا عاوزه اشوفه، هو عاوز يشوفني، وانا عيالي كبار، اعمل ايه؟ عملت حكايه غريبه الشكل. قال لها عملتي ايه؟ ده الظابط. قالت له انا عشان اخده عندي في شقتي ومعايا عيال كبار بقيت اجيب منوم واكل عيالي. ابنها حسام دكتور وبنت عندها 19 سنه. اجيب منوم واحطه في الشاي، العيال تنام، احمد يجي نمارسهم حياتنا. مره بعد مره بعد مره خلاص اتعودنا على كده. ردت الام قالت لها حسام فين؟ انا ما شفتهوش. قال لها لا رد عليها وقول لها حسام فين. قالت لها حسام بيدرس بره، بيدرس بره. طبعا بعد ضغط، ما هم مش مصدقين. الام ما شافتهوش، تعتبر سته، يعني هي سته ما شافتهوش، شافت البنت اللي بره. اما السواق قال لها انا كنت موصلك انت والبنت اللي بره وولد وزوجك اللي في الصوره ده. قالت بقى كنت بنيمهم. جت في يوم ابني صحى، ابني صحى لقاني مع احمد في وضع مش كويس. قام يتهجم على احمد، واحمد جسمه ضخم، عاشقها جسمه ضخم. راح قايم على ابنها قدام عينيها، قدام عينيها، وراح لافف الحبل حوالين رقبته. راح مموته، راح ايه مموته. البنت في الوقت ده رقرة ما شربتش الشاي، البنت ما شربتش الشاي. بصت على اخوها لقيتهم بيموتوا في اخوها، بيقطعوا في اخوها. الام اكنها مش ابنها ولا تعرفه، اللي بيقطعوه ده مش ابنها ولا تعرفه، ما حملتش فيه، ما ربطهوش، ما شالتوش على قلبها، ما تعرفش. قالت لها لو فتحت حنكك او قلت اي حاجه هعمل فيك زي ما عملت في اخوكي. اكنها بتتكلم على واحد غريب، واحد بتهجم عليها ما تعرفوش. طبعا البنت مشت تحت طوع امها وبقت تشوف كل حاجه، والبنت بقت تعمل زي امها. في الوقت ده وجدي جه، وجدي جه وقالت لعاشقها احنا لازم زي ما عملنا في ابنه نعمل فيه قدام بنتها. شوف البلوى قدام بنتها. راحت حاطه منوم للزوج ودي، وراحت مسلطه عاشقها فاصل رقبته عن جسمه، وراح واخد دماغه. قال لها هروح ارماه في اي حته قبل انت ما تقطعي الباقي. قدام مين؟ قدام البنت. البنت طبعا منهاره من العياط، شايفه ابوها واخوها منهاره. راحت الام قايله لها لو فتحت حنكك هخليكي زيهم وادفنك معاهم. راحت مقطعاه كام جزء كام جزء، وراحت العشيق جه وخد الجثث، خد الجثث التانية، راح رماها. وراح جايين مقضيين اليوم كويس او محتفلين باللي هم عملوه في ابنها وجوزها. وقالت للبنت لو فتحت حنكك هعمل فيكي نفس النظام. واللي كان بيكلمها كانت بتحرق في بيته. طبعا الام قلبها حاسس، قالت انا قلت لكم ابني جه، انا ابني جه. بس ناديه ما حكتش القصه كلها، ما حكتش القصه من اولها. ناديه حكت 3/4 القصه، ما جابتهاش من الاول. طب ايه القصه تاني؟ في ايه غير كده؟ ناديه هنرجع لايه؟ لورا شويه، 1985، يعني كده 25 سنه. هي عندها 15 سنه.
وهي بتدرس ثانوي. اما كانت تدرس الثانوي كان وجدي كان بيدرس لها. طبعا هي جميله جدا جدا. اما وجدي البنت عجبته، ناديه عجبت وجدي قوي. قال لها ايه رايك لما تجيني المدرسه واديكي هناك درس خصوصي؟ ده وجدي اللي قضى ابوها. البنت راحت له المدرسه، ما كانش في حد خالص. طبعا وجدي آه آه خيانه يعني مع البنت، وضيع بكرتها، وعمال ما فيش اصلا خالص، اعتدى عليها. طبعا البنت حملت. هي عندها 15 سنه. من مين؟ من وجدي اللي قد ابوها. راحت تقول لامها حصل كذا كذا كذا، تقول لابوها. طبعا الاب في الوقت ده انهار جدا، ومسك فيه وقال له لازم تتجوزها. طبعا وجدي بيحبها واتجوزها، بس هي حامل، جابت ولد وقتلوه. ليه قتلوه؟ عشان ما يتفضحوش في المكان، يقولوا هي لسه متجوزه، هي لحقت تخلف، عشان ينسوا يدفنوا كل حاجه وحشه. بالفعل اتجوزها و... وعاشوا كويس جدا، وجابوا واد وبنت، وراحوا ايه الدول الخليج، وعايشين ما فيش اي مشكله خالص. بعد كام سنه من الجواز قالت له انا عاوز انزل مصر عشان ادرس لعيالي في مصر، ويبقى مدارس حلوه وكلام من ده. فنزولها في مصر هي كل مدى ما بتزيد جمال، وبتزيد حلاوه، وبتزيد رشاقه. اتعرفت على السواق ده احمد اللي غازلها، ومن نظره واحده وقعها في حبه، ومن نظره واحده خليته قتل ابنها وجوزها عشان بتحبه، ومن نظره واحده جابت له تاكسي عشان يرضى عنها. دي حكايه ناديه ووجدي واحمد وام وجدي. هي بتنتقم من وجدي، ولا الخيانه في دمها، ولا هي ولا ما تعرفش معنى الامومه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات وقولوا لنا ايه رايكم في حكايتنا النهارده. حكايه من اغرب الحاجات، وجريمه من ابشع الجرائم اللي احنا بنشوفها وبنستغرب منها. ليه الام بتعمل كده؟ او الزوجه ليه؟ ايه اللي ناقصك؟ غلطت مره، سامح، استغفري، ارجعي الى الله. مش تعيدها مره واثنين وثلاثه وتضيعي اعز حاجه عندك ضناكي. وده كان في الدنيا، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك والشير والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله.